مساء الخير يا شباب، هنبدأ نحل مع بعض محافظة القاهرة إدارة الملك. دي المحافظات الخاصة بكتاب الأضواء. بالنسبة للأولاد اللي معانا في الدروس، فأنت هتفتح كتاب المحافظات بتاع المراجعة اللي أنت واخده صفحة 50. تمام، صفحة 50 في كتاب المحافظات هتلاقي برضو محافظة القاهرة إدارة الملك. اللي معاه كتاب الأضواء هتفتح كتاب الأضواء صفحة 41. هنبدأ نحل سوا مع بعضينا، وإن شاء الله لو ربنا أراد يعني هنكمل بقية المحافظات كلها هنا على القناة. بيقولك تتضمن الاهتزازة الكاملة كم إزاحة؟ الاهتزازة الكاملة يا ولاد 4 إزاحات. لو أنت مش فاهم ليه الاهتزازة الكاملة 4 إزاحات، تعال أشرح لك الموضوع ده بالراحة. احنا يا ولاد كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن احنا عندنا بندول بسيط بالمنظر ده. البندول ده بيعمل كام اهتزازة؟ بص كده أهو، بص كده أهو. الجزء اللي بره ده بنسميه أقصى إزاحة، والجزء اللي هنا ده بنسميه أقصى إزاحة. الجزء اللي هنا ده بنسميه موضع السكون. موضع الإيه؟ السكون. الجسم من هنا لهنا دي اسمها سعة اهتزازة. بيتحرك من هنا لهنا ويرجع كده اهو. تمام، ويتحرك من هنا لهنا ويرجع كده اهو. يبقى هو كده عمل كام سعة اهتزازة؟ بفكر فيها كده. ادي 1 2 ادي 3 ادي كام؟ 4. فبيسأل الاهتزازة الكاملة اللي هي كل اللي احنا راسمينها دي اسمها اهتزازة كاملة. الاهتزازة الكاملة فيها كام ساعة اهتزاز؟ فيها 4 إزاحات، وكل إزاحة منهم اسمها ساعة اهتزاز. وللعلم بالشيء احنا كنا بنقول هنا بيكون قاعد ولد اسمه سعيد، ده بيكون نشيط جدا، فعند موضع السكون السرعة تكون أقصى ما يمكن. وهنا بتكون قاعدة بنوتة اسمها سعيدة، وهنا بنوتة اسمها سعيدة، وسعيدة دي بتكون كسلانة جدا. فلما يجي يسألنا عن السرعة مثلا عند الموضع بي والموضع سي، لو سأل على السرعة عند بي وسي هنرد عليه ونقول له ان السرعة صفر، مفيش سرعة، كسل. لكن لو سألك عن السرعة عند الموضع اللي انا رسمه ده اللي هو عند موضع السكون، تكون السرعة مالها اقصى ما يمكن. فهنا بيقول لي تتضمن الاهتزازة كاملة كام ازاحة؟ 4 ازاحات، كل ازاحة منهما اسمها ساعة اهتزاز، اسمها ساعة اهتزاز. تمام، نكمل. الضوء بيسير في خطوط مستقيمة، المفروض المعلومة دي احنا عارفينها من زمان. الضوء بتاعي بيسير في خطوط مستقيمة ولا ينفذ في الأجسام الإيه؟ لا ينفذ في الأجسام المعتمة. وعشان هو لا ينفذ في الأجسام المعتمة بيكون حاجة اسمها الظلال. القمة في الموجة نقط يقابلها نقط في الموجة الطولية. هقول لك أنا، تعالى أعلمها لك، تعالى أعلمها لك برضو بالراحة. تعال، احنا أول محافظة دي هنحتاج منها شوية تفاصيل، بس بعد كده هتلاقي نفسك اتعودت. تعال، احنا بنقول يا ولاد ان احنا عندنا حاجتين، عندنا قمة وعندنا قاع. تمام. القمة اللي موجودة، القمة والقاع دول بيكونوا موجة مستعرضة، دول بيكونوا موجة ايه؟ مستعرضة. طيب تمام. امال ايه بقى اللي بيخصوا الموجة الطولية؟ الموجة الطولية بيخصها التضاغط والتخلخل. بنقول ايه؟ بنقول لو في طالب شاطر وهو واقف على القمة، فالطالب اللي واقف على القمة عدى بتضاغطات ولا بتخلخلات؟ اكيد عدى يا مستر بتضاغطات. يبقى هو عشان مر بتضاغط هو واقف على الايه؟ على القمة. يبقى لما يجي يسألك القمة في الموجة المستعرضة يقابلها ايه في الموجة الطولية؟ يقابلها التضاغط. طب لو سألتك وقلت لك القاع في الموجة، القاع في الموجة المستعرضة يقابله ايه؟ تقول يقابله تخلخل. ليه تخلخل يا مستر؟ مش هو قاعد في القاع؟ يبقى اكيد مر بايه؟ مر بتخلخلات. يبقى اكيد مر بايه؟ بتخلخلات. خلينا كده نشوف بقى السؤال بيقول ايه. السؤال بيسألنا بيقول لنا القمة في الموجة نقط يقابلها نقط في الموجة الطولية. هقول له القمة في الموجة المستعرضة يقابلها ايه يا ولاد؟ يقابلها تضاغط او مركز تضاغط في القمة الطولية، يقابلها التضاغط في الموجة الطولية. نكمل. عند التسكير في الزهرة، عضو التسكير في الزهرة هو ايه؟ عضو التسكير يا ولاد في الزهرة هو الطلع، لكن عضو التأنيث يا ولاد هو المتاع. وكنا بنقول إن الأنثى كلها متاعب، أنثى معقدة، فناخد معاها إيه؟ يبقى عضو التذكير ده المتاع، لكن عضو التذكير ده الطلع، لكن عضو التأنيث ده الإيه؟ المتاع. هنا عايز أستخرج الكلمة المختلفة بس ما أذكرش إيه إيه اللي بيربط بين الباقيين يعني. الهواء واللبن والماء والزجاج، هنختار هواء واللبن وماء والزجاج اللبن عشان ده الوحيد المعتم. الرأس والقطعة الوسطى والديل والبربخ، البربخ لأن دول كلهم تبع الحيوان المنوي. كمل. حرف البندول البسيط، حركة البندول البسيط، حركة الشوكة الرنانة، حركة الوتر المشدود، حركة لعبة النحلة. أكيد لعبة النحلة، أكيد لعبة النحلة. تمام. تعالى،
في الشكل المقابل احسب زاوية الانعكاس في كل حالة من الحالات الآتية. بالراحة. بص يا ولاد، هنا احنا عندنا القانون بيقول ان زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، فهنا سقط ب30 يبقى زاوية الانعكاس بكام؟ ب30. فانا عايز هنا زاوية الانعكاس هتساوي كام؟ هتساوي 30 درجة. تمام. هنا زاوية الانعكاس لو سقط عمودي يبقى زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر. حفظ نفسك على طول، اي عمود بصفر. كمل. الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية دي بنسميها الحركة الدورية. دي الحركة الدورية، هي الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. نغمات مصاحبة للنغمات الأساسية، أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة، دي بنسميها نغمة توافقية. لازم المصطلح العلمي يتحفظ، دي مفيهاش نقاش. مع تكرار المحافظات هتلاقي نفسك حفظت. نغمة ايه؟ توافقية. قدرة الوسط الشفاف على كسر الأشعة الضوئية، القدرة على كسر، احفظها على طول، هي دي الكثافة. الكثافة. تمام. ممكن نكمل نقول الكثافة الضوئية للوسط. نكمل. ماشي. عضو أجوف كمثري الشكل يتم فيه تكوين ونمو الجنين. مين اللي بعضو لكمثري الشكل اللي بيكون قاعد جواه الجنين؟ مين ده يا ولاد؟ ده بيكون الرحم. تمام. اذكر مثالا واحدا على كل منها. ظاهرة طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء، مفيش غيرها، ظاهرة السراب. ظاهرة السراب. تمام. نبات ذات التلقيح، يعني نبات بيلقح نفسه ذاتيا، الكتان. تمام. ذات التلقيح يعني ده عايز نبات خنثى، فانا ممكن اقول له الكتان، ممكن اقول له البيتونيا، ممكن اقول له التوليب. دي كلها حاجات. الورد البلدي. كل النبات الخنثى يقدر ان هو يعمل تلقيح ذاتي. نكمل. موجة كهرومغناطيسية، عايز الموجة الكهرومغناطيسية مثال. عايز مثال على الموجة الكهرومغناطيسية. الأشعة التحت الحمراء تمشي. ايه الأشعة التحت الحمراء؟ ساعتها قلت لك كان في مجموعة من الأشعة، أتمنى تكون فاكرها. تعال. احسب معامل الانكسار المطلق لمادة الماس علما بأن سرعة الضوء فيها كذا. بص يا ولاد، هي دي اللعبة اللي بيلعبها معانا كل امتحان. الولد حافظ القانون، حافظ ان ايه؟ حافظ ان معامل الانكسار بيساوي ايه. يعني هو حافظ انا معامل الانكسار، انا حافظ هيساوي سرعة الضوء في الهواء. نكتبها. سرعة الضوء، معلش، سرعة الضوء في الهواء على ايه يا ولاد؟ على سرعة الضوء في الماء. هو حافظ. تمام. فالولد المفروض هيبدأ دلوقتي بقى ان هو هيعوض عشان يحل. فبيقولك احسب معامل الانكسار، ما هو ده معامل الانكسار. تمام. للماس، لمادة الماس. تمام. علما بأن سرعة الضوء في الماس اللي هو فيها عايدة على الماس، يبقى سرعة الضوء في الماس كده اهو. يبقى انا جبت سرعة الضوء في الماس، معلش انا كتبت هنا في الماء، انا شوف عشان اشوف كنت شايفها الماء. سرعة الضوء في الماس اللي هي ايه؟ 1/25 في 10 أس 8. يبقى خلاص، يبقى الولد على طول اوريدي هيعمل ايه؟ هيكتب ان هو 1/25 في 10 أس كام؟ أس 8. طب تمام. هيقف قدام سرعة الضوء في الهواء بكام؟ هيقول ما ادهنيش السؤال يا استاذ. اقول لك لا يا حلو، ما انت المفروض تبقى انت حافظ ان سرعة الضوء في الهواء بكام؟ ب3/10 أس 8. ده رقم لازم يكون اتحفظ. تمام. فهتساوي كلها على بعضيها 2/4. وحدة قياسها ايه؟ ايوه، ملهاش وحدة قياس. معامل الانكسار ملوش وحدة قياس. ماشي. ادينا حلينا مسألة كده، رجعنا فتشنا على المسائل. انت في حاجات كتير، انا عارف ان انت ناسي حاجات كتير، بس انا مش عايزك تقلق ولا تتخض. عادي. محافظة في التانية في التالتة هتلاقي نفسك بقى تتعود بقى تحل امتحانات، وده اللي هيفرق ما بينك انت ما بين واحد تاني محلش. تمام. ماشي. بيقول لك درجة صوت الرجل أعلى من درجة صوت، ده لو واحد طبعا مش مذاكر هيقول أيوه الراجل أعلى من درجة صوته غليظ جدا. لا يا حبيبي، درجة صوت المرأة أعلى من درجة صوت الرجل. كنا بنتكلم في الترددات، مالناش دعوة بحدة الصوت. تتكون السداد من ميسم وقلم ومبيض. فكر فيها. السداد دي بتاعت مين؟ ده عضو التذكير. عضو التذكير بيتكون من ايه؟ ادي هي دي السداد، بيكون فيها فيونكة كده من فوق، بنقول ان الفيونكة دي العلامة اللي بتدل ان ده ذكر. مش مالها السداد بتاعتي دي؟ السداد بتتكون من هنا من خيط مش من قلم. ده مبدئيا القلم ده كان موجود في الجزء المؤنث، واللي فوق ده كان اسمه متك، والمتك ده اللي كان بيكون حبات اسمها حبات اللقاح. تمام. فولا مبيض في الاجابه دي طبعا هتبقى غلط. تزداد سرعه الجسم الممتاز كلما ابتعد عن موضع السكون. تزيد السرعه. فكر فيها، احنا لسه قايلينها اهو. تعالى نرجع نجيبها من فوق. تعالى 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 بص هنا اهو. احنا كنا لسه بنقول كده في اول الفيديو. تزيد السرعة كل ما بعد عن موضع السكون. هو لما هو بيبعد عن موضع السكون يا ولاد، انا ببعد عن موضع السكون، هو انا رايح لسعيد ولا لسعيدة؟
لسعيدة، والسعيدة كسلانة سرعتها كام؟ صفر. يبقى كل ما انا ببعد عن موضع السكون كل ما السرعة بتاعتي هتقل. يبقى الإجابة غلط طبعا، الإجابة غلط. تتناسب طاقة الفوتون والتناسب الطردي. طاقة الفوتون مع التردد تناسب طردي، صح. بعد عملية الإخصاب تتحول البويضة إلى سمرة. بص يا ولاد، تعالى عشان انت الحتة دي بتتكرر كتير في الامتحانات وانتوا بتتلخبطوا فيها. تعالى كده نخلص الموضوع ده دلوقتي. كنا بنقول ايه يا ولاد؟ كنا بنقول ان البويضة فيها ب. تاني، البويضة فيها ب تعمل بذرة، تعمل بذرة فيها ب، لكن المبيض يعمل ايه؟ يعمل ثمرة. يبقى احفظهم بقى، البويضة تعمل بذرة ب والمبيض يعمل ايه؟ ثمرة. بص السؤال ده بيقولك ايه، حل بقى انت لوحدك. بيقولك عملية الإخصاب تتحول البويضة إلى ثمرة. مين اللي بتحول إلى ثمرة؟ برافو، الثمرة هي مين؟ هي المبيض. يبقى هقول له المبيض. ترى السمك في الماء في موضع نقط يساوي نقط موضعه الطبيعي. موضع السمك في الماء بنشوفه في موضع أعلى من موضعه الطبيعي. تستخدم موجات المياه الدافئة لفك التشنجات العصبية. لا غلط، العضلية. المية السخنة اللي هي الدافية دي بتفك التشنجات العضلية. لكن لو أنا جبت لك كوباية ليمون حلوة كده أهو، يعني أنا مش عارف أرسم إزاي ليمونة. تعال وبما أنا اللي أرسم الليمونة، ما أنا مش هخلص غير لما أرسم الليمونة. كوباية ليمونة أهو، وفيها ليمونة كده من فوق ومن جوه كده مليانة كده أهو. فانا الكوبايه اللي انا جايبها لك دي كوبايه ساقعه. فالماء البارد يعمل ايه يا ولاد؟ الماء البارد هو ده، الماء البارد هو ده لو انت عندك توترات عصبيه يفكها. يعني التشنجات العصبيه دي تبع الماء البارد، لكن كوبايه ميه سخنه دي بتفك التشنجات الايه؟ العضليه. كمل. بيقول لي احسب التردد الناشئ من ملامسة صفيحة مرنة لترس في عجلة سفار أسنانه 60 سنة عندما تدور العجلة بسرعة عجلة سفار. بص يا ولاد، قوانين عجلة السفار بنقول ايه؟ بنقول ان عدد الدورات في عدد الأسنان نقسمه على ايه؟ على الزمن. تمام. تعالى كده بالراحة. عايز احسب تردد الناشئ عند ملامسة الصفيحة مرنة لترس من عجلة السفار. تعالى نكتب القانون. اول حاجة بيقول لي التردد الناشئ من ملامسة الصفيحة لترس من عجلة السفار عدد الأسنان بتاعته 60. يبقى نون عدد الأسنان بكام؟ ب60. انا مش هو ده اللون اللي انا كنت بكتب بيه، بس انا هعديها يعني. طب تمام. عندما تدور العجلة بسرعة 300 يبقى السرعة 300 دورة. يبقى دي عدد الدورات، يبقى ده عدد الدورات يتقسم على الزمن. ده الزمن بالدقيقة يبقى ب60. هيطلع معايا بكام؟ هيطلع معايا ب300 هرتز. 300 دورة في الدقيقة يطلع معايا ب300 هرتز. حاصل ضرب تردد جسم مهتز في الزمن الدوري يساوي كام؟ التردد في الزمن الدوري يساوي 1. هتتكرر كتير وهتلاقي نفسك حفظتها. تردد في الزمن الدوري ب1، اللي هما الاتنين مقلوبين لبعض. تنقل الموجة نقط في اتجاه المنتشرة، تنقل الموجة الطاقة في اتجاه المنتشرة. الموجات بتنقل الطاقة. عدد الكروموسومات في الزيجوت نقط عدد الكروموسومات في البيضة. بص يا حبيبي أعرفك، الزيجوت يا ولاد بيكون فيه نص المادة الوراثية، والبيضة فيها نص المادة الوراثية. تاني الحيوان المنوي ده بيكون فيه نص المادة الوراثية، والبويضة فيها نص المادة الوراثية، والبويضة المخصبة فيها المادة الوراثية كاملة. يعني نقدر نقول ايه؟ يعني نقدر نقول ان الحيوان المنوي فيه 23 والبويضة فيها 23، لكن البويضة كاملة فيها كام؟ فيها 46. فعدد الكروموسومات في الزيجوت، الزيجوت اللي هو ده اللي هي البويضة المخصبة يعني، اللي هم كام؟ 46. نقط عدد الكروموسومات في البويضة، البويضة اللي هي دي كام؟ نصها، يبقى هي 23. يبقى في الزيجوت ضعف الايه؟ البويضة. عند زيادة المسافة بين مجزر الصوت والأذن إلى الضعف فإن شدة الصوت تقل إلى الإيه؟ تقل إلى الربع. تمام. لو حد يا ولاد بيتلخبط في الحوار بتاعت يزداد ويقل، هتلاقيها في الورقة اللي فيها الملخصات بتاعتك محطوطين كلهم بترتيب كده حلوين جدا، هتعرف تذاكرهم كويس. هتلاقي نفسك حفظت موضوع يزداد ويقل ده، مش هيتعبك تاني. تمام. بيقولك تعتبر لعبة حركة النحلة لعبة تعتبر لعبة حركة النحلة دورية، بس برغم ان هي حركة دورية حركة غير اهتزازية. يعني احنا دايما نقول ليه السؤال ده بيتكرر كتير قوي في الامتحانات على فكرة، ليه لعبة حركة النحلة حركة دورية غير اهتزازية؟ هقول له هي دورية عشان هي بتتكرر على فترات زمنية متساوية. يبقى هقول له لأنها تتكرر، أنا آسف طبعا لبشاعة الخط، على فترات زمنية مالها متساوية. طب تمام. وليه غير اهتزازية بقى؟ غير اهتزازية لأن ليس لها موضع ايه؟ سكون،
وهنقول وغير اهتزازية لأن ليس لها موضع سكون. كمل. استخدام الموجات فوق السمعية في تعقيم اللبن ليه؟ هقوله لقدرتها الفائقة في القضاء على أنواع البكتيريا. هي ليه بتستخدم في التعقيم؟ عشان هي عندها قدرة للقضاء على أنواع البكتيريا. خلينا نزوم كده شوية عشان أعرف أكتب. هقوله لقدرتها الفائقة في القضاء على جميع أنواع الايه يا ولاد؟ البكتيريا. كمل كلامك يا أستاذ. بيقول لي قناة فالوب مبطنة بأهدام. قناة فالوب مبطنة بأهدام من الآخر عشان تدفع البويضة توديها لقناة الرحم. لدفع البويضة. دفع البويضة فين بقى يا ولاد؟ في اتجاه الرحم. في اتجاه الرحم. قناة فالوب دي يا ولاد بيكون فيها أهداب بالمنظر ده. ادي اهو الأهداب دي. ادي دي الأهداب، وهنا بتبقى قاعدة البويضة. فقناة فالوب الأهداب اللي فيها دي يا ولاد هي اللي بتدفع البويضة وتقوم موديها لمين؟ تقوم موديها للرحم عشان تنغمس البويضة هنا اهو وتاكل من ايه؟ وتاكل من الأكل اللي موجود. نكمل. بيقول لي احسب تردد بالضوء البسيط يهتز 30 اهتزازة كاملة في ست. يبقى قانون التردد بيساوي ايه؟ المفروض تبقى انت حافظ. التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن. لو انت نسيت كنا بنقول التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن، لكن الزمن بيساوي الزمن على عدد الاهتزازات اللي هو الزمن الدوري يعني. التردد هو ايه؟ عدد الاهتزازات الكاملة مقسومة على مين؟ مقسومة على الزمن. فهيساوي ايه يا ولاد؟ هيساوي عدد الاهتزازات الكاملة يصنع 30 اهتزازة، يبقى 30 على الزمن اللي هو 6 ثواني. مسألة لذيذة جدا. 30 على 6 هتلاقي فيها كام؟ فيها ال5 هرتز. تمام. بس كده خلصنا. هنزلك المحافظة اللي بعديها برضو متقلقش. تمام. بس كده يبقى احنا خلصنا حل المحافظة دي. شكرا.